السلام عليكم. أنا دينا شعراوي ودي الشانل بتاعتي بوليمر كرافتس. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل البروش ده. أول حاجة هنحتاجها هي ألوان الصلصال دي، ده لون الجلد، وعندنا لون أسود وأصفر ولون ما بين الأحمر والأورنج، وده الدبوس اللي على جنب ده، ودي حاجة اسمها قطع أكريليك كده اللي بنشتغل عليها وبندخلها الفرن. ممكن تستغنوا عنها بأن انتوا تستعملوا قطعة إزاز أو قطعة سيراميك. اول حاجه هنعمل الراس بلون الجلد، كوره صغيره خالص. دايما نفتكر انه عشان البروش ما يبقاش تقيل فنحاول نعمل الشكل صغير على قد ما نقدر. انا عملت الراس وجبت وايبس فيها كحول وبمسح علشان خاطر انضف اللون كويس. طبعا انتوا عارفين الالوان الفاتحه بتلقط وساخه بسرعه، فاحنا دايما نستعمل الوايبس فيها كحول علشان خاطر نعرف ننضفها كويس قوي. هنجيب قطعة كمان بلون الجلد وهنبططها خالص عشان دي هتبقى بقية جسم العروسة. انا مش هعمل لها ايدين ورجلين، هعملهم بلون البلطو اللي هي هتبقى لابساه. هنعمل زي شكل مستطيل، سمك صغير خالص زي ما اتفقنا، عايزين نخلي وزنها صغير، فعلى قد ما نقدر نستعمل صلصال قليل في المشروع ده. هناخد بقى اللون اللي هنعمل بيه البلطو، انا اخترت اللون ده. هنفرده وهيكون سمكه رفيع. انا يعني مش عايزاه يبقى سميك، عايزاه يبقى رفيع عشان خاطر وزن البروش تاني زي ما بقول لكم. وبعد ما نفرده كده بالنشابه بتاعتنا هنحاول نعمل فيه زي افكت. لو انتوا عندكم طباعه افكت اللي هي بتمشوا بيها على الشكل عشان خاطر تعمل فيه خطوط او تعريجات حلوه استعملوها. انا بحب استعمل دي عشان بحسها رقيقه قوي، بحس كده كل ما الشغل يبقى بسيط كل ما يبقى احلى. هنقطعها بقى على مقاس العروسة اللي احنا عاملينها. انا بحب وانا بقطع الاول استعمل اداة التنعيم اللي هي فرش السيليكون دي، علشان خاطر احدد لنفسي بالظبط انا هقص فين عشان ما اتلخبطش وبعد كده اقص ويطلع قصير، او اقطع قصدي بالكاتر ويطلع قصير كده هي مظبوطه. وهنقعد نظبط بقى في الجناب كمان بالفرشه السيليكون. طبعا هنقصره عشان كده هو طويل جدا. هنظبط كمان الحرف من تحت بالفرش السيليكون عشان ما يبقاش اطرافه حاده. دلوقتي بقى هنعمل الدراعات. هي عبارة عن اسطوانة رفيعة من فوق وسميكة من تحت. انا بحطها دلوقتي بس عشان اشوف المقاس، وبعدين هقصها علشان خاطر احنا بنعمل الكم بس مش الدراع كله. يعني قصدي ان هو كأنه لغاية الايد نفسها.
دلوقتي هعمل خط رفيع عشان يبقى هو دي فتحة البلطو من النص. دلوقتي بقى هنستعمل الليكويد كلاي او الصلصال السائل علشان خاطر نلزق بيه الجوانتي والجيوب بتاعت البلطو. هنعمل شكل بيضاوي ونبططه سنة ونقصه من النص علشان خاطر يبقوا قد بعض. نشوف مكانه فين على الشكل قبل ما نلزق، نتأكد ان هو ده المكان المظبوط، وبعد كده نبدأ نلزق بالصلصال السائل. دايما يا جماعة واحنا بنحط الليكويد كلاي لازم بفرشة، عشان لما بنحط منه من الازازة نفسها بيدلق، واحنا عايزين نحط حاجة بسيطة، لو دلق مننا مش هنعرف نلمه وهيبهدل الدنيا، فبالراحة خالص بنحط بالفرشة، الا لو حتة كبيرة يعني فساعتها مش مشكلة. هناخد بقى اللون الاسود ونفرده خالص. ده هنعمل بيه الكوفية، فعشان كده لازم يبقى سمكه صغير لان احنا هنتنيها، فعشان تتني لازم يبقى سمكها رفيع خالص. هنقطع مستطيل طويل، بصوا شايفين رفعه قد ايه. هنبدأ بقى نتني من النص، وبعدين التانيات اللي احنا تنيناها دي هي كمان هنتنيها بالنص. بعدين نحطها حوالين رقبة العروسة اللي عاملينها ونقص الزيادات بالقطر. برضو نستعمل ادوات السيليكون علشان نضمن ان الحاجة ملفوفة مظبوط وواخدة مكانها. زي ما عملنا الجيوب هنعمل بالظبط نفس الطريقة للجوانتي، بس هتكون الشكل البيضاوي اسمك شوية. هنا انا حطيت اوريدي، كنت حاطه الليكويد كلاي بالفرشه بس ما طلعش في التصوير. لازم عشان نلزق حاجه زي كده مش هتلزق غير بالليكويد كلاي. دلوقتي هنعمل زرار صغير، عايزين تزودوا زرارين 3 براحتكم. هناخد بقى اللون الاصفر عشان نعمل بيه الشعر. العروسه دي اللي هيظهر منها عشان هي بروش مش هيظهر منها غير الجزء اللي قدام بس، فانا يعني ظهرها مش مهتمه بيه قوي، اللي مهتمه بيه هو الوش. فكده كده مش هتحتاج خصل شعر كتير. هنعملها بالشكل ده، شكل اسطوانة رفيعة خالص، ونلزقها واحدة واحدة على الراس، ونشكل فيها بقى عشان خاطر تاخد شكل تمويجة كده طبيعية.
تمام كده. هناخد بقى اللون الاسود علشان نعمل الطاقية بتاعتها. هي ما ينفعش دي تكون رفيعة قوي، لازم تكون سميكة سنة صغيرة. ونحاول ان احنا الحرف بتاعها نطريه خالص، مش عايزينه يبقى واخد يعني خط كده شارب، لا احنا عايزينه يبقى يعني ناعم شوية. هنحطه على راسها كده، وبعدين برضو هنستعمل أداة السيليكون ونقطع بعد كده بالكتر. هناخد بقى دايرة صغيرة ونحطها فوق عشان نكمل بيها شكل الطاقية بتاعت الشتاء. نحاول نراعي المقاسات، يعني البنت اصلا راسها صغيرة، ما ينفعش ان احنا نحط لها يعني الكورة اللي فوق دي اللي فيها فرو دي تبقى كبيرة قوي. هناخد بقى فرشة اسنان قديمة وندي بس التأثير ده على البونيتا نفسها، غير الكورة الفرو اللي فوق البونيتا نفسها. ندي شكل ال القماش بالفرشة، هي والجيوب. ممكن تعملوا اسمها الجوانتي كمان لو حابين. دلوقتي عشان ندي شكل الفرو ده اللي فوق هنعمله بالنيدل تول. انا عامله فيديو على قناتي ازاي بعملها لنفسي. النيدل تول دي سهله قوي، لو مش عايزين تعملوها ممكن تستعملوا خله، تقريبا نفس التأثير. نحرك بايدينا بسرعه خالص عشان خاطر تدينا التأثير اللي احنا عايزينه ده، وكأننا بنشد، مش مجرد بننقط وخلاص. يا رب يكون الفيديو موضح. دلوقتي بقى هنعمل بالبول تول هنعمل خروم من تحت عشان هركب فيها الرجلين. انا رجلين العروسة عاملاها خيط، مش هعملها صلصال، علشان تدي تأثير انها بتتحرك لوحدها. دلوقتي هرسم العينين. في طريقتين، ممكن احنا نرسم العين بقلم، ممكن نستعمل صلصال. ساعات بيبقى الواحد خايف ان هو يستعمل صلصال اسود على الوش، يعني تطلع العين مش مظبوطة فيبوظ. فانا بالنسبة لي ساعات بسهل على نفسي بان استعمل نيدل تول عشان ارسم شكل العين، وبعدين على الرسمة اللي عملتها دي احط الصلصال الاسود فيبقى شكل ومكان العين مظبوط، عشان ما ارجعش ازعل بعد كده ان هي كان مكانها غلط. هناخد بقى اللون اسود، صلصال اسود، ونرفعه خالص 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 عشان خاطر ايه نقطع منه قطع صغيرة وتبقى هي دي العيون. هيتحطوا بالبول تول. هنمشي على المكان اللي احنا رسمناه بالنيدل تول. معلش ايدي كانت بتتحرك شوية عشان كنت خايفة ان انا احط العين مش مظبوطة. تمام كده. هنقطع بقى قطع اصغر من كده كمان عشان تبقى هي الرموش.
دلوقتي بقى هعمل القدم من تحت، اللي هي يعني الجزمة، هعمل الجزمة بتاعتها. هي حاجة بسيطة خالص، انا مش عاملة فيها شرايط ولا اي حاجة، حبيت ان انا اسيبها تبقى زي بوت كده، سيمبل خالص يعني. انا مش عارفة اشرحها، بس يا رب يكون الفيديو فهمكم. طبعا هنعمل فيها خرم من فوق هي كمان، لان الناحية التانية من الخيط هتتلزق فيها. وهندخلها بقى بعد ما خلصنا كده، هندخلهم الفرن يستوي. هنغطي بقى الظهر بتاعها. زي ما قلت لكم في الفيديو من شويه، انه انا مش هاممني شكل الظهر قوي، بس لازم برضو يبقى متغطي، ما ينفعش يبقى يعني لون الجلد كده هو اللي باين. فانا بس هلون، هحط كانه احنا بنعمل بقيه الكاب وبقيه الكوت، البلطو من تحت. وما ننساش طبعا بعد ما نحط لازم نحط صلصال سائل او ليكويد كلاي، علشان خاطر نضمن ان هما يلزقوا في بعض، لان اوريدي القطعه دي كانت مستويه، فعشان يلزقوا في بعض لازم نستعمل ليكويد كلاي. وهندخلها بعد كده الفرن تاني تكمل سوا. بعد ما خلصنا بقى دلوقتي هناخد قطعة بنفس لون البلطو بتاعنا، قطعة بيضاوية او مستطيلة، مش مهم قوي يعني. وهنلزق دلوقتي الدبوس بتاعنا. لازم ليكويد كلاي يا جماعة في المرحلة دي، عشان نضمن ان كله لازق في بعضه، من تحت الدبوس ومن فوق الدبوس. ونلزق بقى قطعة الصلصال دي، نحاول نثبتها بالنيدل تول، نعمل فيها خروم كده، دي كده بتثبتها في مكانها، مش هنغرز قوي يعني، انا بس ايه بحاول اثبتها في اللي تحتها. وهندخلها الفرن زي ما هي كده على قطعة سفنجة، مش هيجرى للشكل حاجة، لان اوريدي احنا كنا مسوين الناحية التانية. دلوقتي بقى هنستعمل سوبر جلو عشان خاطر نلزق الخيط، ويبقى هو ده رجل العروسة. السوبر جلو ما بينفعش في المج، لكن ينفع في عروسة زي دي، يعني هي مش هتتعرض للحرارة، فالسوبر جلو مش هيفك. ملحوظة صغيرة كمان يا جماعة، لما تيجوا تركبوا الدبوس حاولوا ما تعملوش زي وتحطوه في نص الظهر، حاولوا تحطوه في الراس، بحيث ان هو لما يركب على الجاكيت ما يقعش، ما يبقاش الراس واقعة. احنا كده خلصنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم اعملوا لي لايك وسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان كل مرة انزل فيديو يجيلكم يعني نوتيفيكيشن، وتعرفوا ان انا عملت فيديو جديد. ويا رب يكون عجبكم. لو عندكم اي حاجة عايزين تسألوا فيها او اي كومنتس، ما تنسوش تقولوها لي تحت. وبس كده، ميرسي، باي.